السيجار ما ينجحلكش ولا يتكسر في الكوشه ولا حبه تجيك اكثر من حبه. راح نبدلك الاسرار تاعو كامل وراح تنجحي فيه من اول تجربه. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جيت نبارطاجي معكم هاد الطلبيه تاع 55 حبه غاطو سيجار محشي تاع نفاس. راح نبارطاجيه خطوه بخطوه وبربي اللي راح تجربوا تنجح فيه من اول تجربه. اول حاجه نبداو بها هي لاباط، بلا ما نساو سعر البيع في نهايه الفيديو ان شاء الله. عندي لهنا 250 غرام مارغرين صول بحرارة المطبخ. نحطها في هذاك البول، نخلطها شوية بالباتور حتى تتحل. نزيد لها سكر قلاصي. سكر قلاصي لهنا عندي 120 غرام ولازم نغربلوه. راني نمدهولكم خطوة بخطوة، نتوما ثبتوا روحكم مليح وجربوه كيما نقولكم وتشوفوا النتيجة. هنا بعد ما غربلت هذاك السكر كامل راح نزيد نضربه بالباتور هو والمارغرين حتى يندمجوا في زوج مع بعضهم ويذوب هذاك السكر كامل. كي تشوفوا المكونين في زوج تخلطوا مع بعضهم مليح مليح. نضيفوا زوج بيضات كاملين والبيضات يكونوا بحرارة المطبخ. هنا راني نهبط شويه بالسباتيل هذيك باش يتخلط لي السكر اللي جا لي كوتي كامل اللي لصق في هذاك الصحن. نضيفوا زوج بيضات هذو كيما قلت لكم ونخلطوا مليح مليح. كل وان نديروا مكون، كل وان تخلطوا بالباتور حتى نتحصلوا على كريمه. لازم في وصفة السيجار تخلطوا الخليط هذا تاع المارغرين والسكر والبيض حتى نتحصلوا على كريمه تكون خفيفه كيما تشوفوا في الفيديو راهو يوضح. هنا نحبس ندير لافاني، نزيد نخلط شويه برك ونديروا الفرينه بالتدريج. الفرينه لهنا نغربلوها حتى هي. وشي هو الكيل تاع الفرينه ما نقدرش نقول لكم قداه اكزاكت، خاطر كاينه فرينه تشرب وفرينه لا. انا هنا استخدمت ماما اللي الساشي تاعها حمراء من برا تاع 5 كيلو، ما نخدم بها تمدلي نتيجه مليحه. هنا لاباط تجيكم ما هي يابسه ما هي طريه بزاف، تجي كيما لاباط تاع الصابلي. ديجا هاد الوصفه راكم تقدروا تقولوا راهي الباط صابلي نورمال. الفرينه ديروا بالتدريج باش ما تخدعكمش وتجيكم العجينه تاعكم يابسه. كل مره ضيفوا غير شويه وغربلوها. وهنا ما تعجنوش العجينه، غير تلموها برك باصابع اليد. نورمال من فرينه تدي لكم اكثر من رطل، تلحق حتى ل 700 غرام. وكي تحصلوا على لاباط تكون واجده نديروها في ساشي ونخليوها تروبوزي، سواء ديروها تروبوزي في الفريجيدار ولا تخليوها برا ترتاحي لا الشومبرا اللي راكم تخدموا فيها ولا الكوزينه ماهيش دافيه بزاف. ضروري تخليوها ترتاح حتى 20 دقيقه ومن بعد تخدموا بها. هنا شوفوا كيف راني نزيد الفرينه غير بشويه باش ما تخدعنيش لاباط تجيني يابسه، واذا جاتكم يابسه صاي ما تصلح لوالو. ها هي العجينه اللي تحصلت عليها راح نديرها في ساشي ونخليها ترتاح. بعد ما تروبوزي هذيك العجينه نجيبو نيلو ونحلو فيه لاباط تاعنا. قبل ما نجيبو نيلو حلو لاباط، شوفوا لي مول تاع السيجار اللي نخدم بهم، هذا هو النوع اللي راح يحافظ لكم على الحبه تاعكم ما تكسرش نهائيا، خير من المول تاع الحديد. هنا راني جبت العجينه راح نحلها بين النيلو هكا. لازم تحطوها بين النيلو وتحلوها مليح ولا ورق الزبده ليسونسيال اللي متوفر. هنا السمك تاع العجينه ما نقدرش نقول لكم كيفاه تحلوها، خاطر من بعد كي ندوروا على هذاك السيجار راح نزيد نرققها اكثر. نتوما المهم حاولوا تحلوها هكذا الماكسيمو، ومن بعد نجيبو موس ونحيو الزوائد هذو ونجيبو السيجار تاعنا ونكيلو هكذا. يعني الفيديو راهو يوضح. ولهنا نحيو هذاك المول تاع السيجار ونكمل نقص بالموس كدا، ومن بعد نجيبو المول وندبروا عليه لاباط. كيما قلت لكم يا البنات من اسرار السيجار باش ينجح معكم من اول تجربه لازم كل مكون تخلطوه وحده، وكي تخلطوا عطولو حقه في التخلاط، يعني حتى تحصلوا على كريمه طول خفيفه. ولاباط لازم تجيكم طريه، ولازم العجينه تاعكم تخليوها تروبوزي ومن بعد تخدموا بها. لهنا شوفوا كيفاه نقفل بهذه الطريقه. نجي نضغط على الجناب هذوك كامل باش ما من بعد ما يجينيش الخط هذاك من التحت، ونبقى ندور هكا فوق البوطاجي حتى نتحصل على الشكل هذا تاع السيجار. ونحيو الزوائد كامل بالموس، واذا شفت العجينه نتاعي خشينه نزيد نمشيها، واذا شفتها رقيقه نحبس. هنا كيما قصيت هذا لي كوتي بالموس راني نشوف فيها مازال خشينه شويه، راح نزيد ندور هكا مليح مليح حتى نترقق. نتوما ما ترققوش خلاص حتى كي طيبوه يجيكم يابس، وما تخشنوش بزاف باش ما يجيكمش معجن. ديروه نص نص.
شوفوا كيف راني نحي الزوائد بالموس، يعني هاد الحبه بغيت نوضح لكم مليح الفيديو، ومن بعد الباقي الحبات راهم ساهلين وانتم خدموا بطريقه اللي تساعدكم. انا كيما لهنا كي شفتوا شويه ما تشكلش كيما حب، درتو بين يديا وبديت ندور فيه، ومن راح نحطوه على البوطاجي حتى نتحصل على الشكل المليح. صدقوني الوصفه هذه راهي مضمونه وناجحه من اول تجربه. تبعوا برك الفيديو خطوه بخطوه بربي تنجحوا فيه. والسيجار تاعكم جامي ديروا فيه الخميره، كون ديروا الخميره راح ينفخ ويضاعف الحجم نتاعو. شوفوا كي تحصلت على الشكل المتحوف حاولوا تقنوا الخدمه تاعكم هكا باش توالفوا، صرتو مبتدئات اللي بداو في المشروع هذا. ومن بعد نديروهم في الكوشه يطيبوا. انا شعلت لهم غير من التحت كي طابوا شويه تحصلت على اللون دوري مايل شويه الحموريه، طفيت ما طيبتهمش من الفوق خلاص. ديجا لاباط راني رققتها بالعنيكه باش تجيني الحبه تاع السيجار متحوفه، وفي نفس الوقت ما يتحرقوا ليش كي نشعلهم من الفوق. نكملوا نجيبوا باقي الحبات تاع السيجار ندوروهم هكا على العجينه ونحطوهم هكا من بعد نبداو نخدموهم كامل. انا لهنا عندي نورمالمون 20 واحد من السيجار، 20 مول نتاع السيجار هكا كي نخدم ضربه واحده باش نربح الوقت. والكميه هذه راهي خرجت لي اكثر من 60 حبه. الزبونه قالت لي ديري لي 55 حبه، وانا ماذا بيا يخرج لي الزايد باش اذا تكسرت لي حبه ولا نلقى. هنا شوفوا كيف راني نشكل الحبات كامل، وشوفوا كي طاب كيفاه تحصلت عليه. لتحت راهو طاب لي شويه زيادات وما تخليوش يطيب هكا بزاف باش ما يبسش معاكم. من بعد كي تجيو ديموليه تدزوا المول تاع السيجار هكا لداخل، تزوه من الفوق ولتحت حتى شغل يطلق روحو هذاك السيجار، وتجبدوا المول تاعكم ضربه واحده. شوفوا ما تخافوا ما والو لهنا، خاطر اول حاجه لاباط تاعنا راهي ناجحه من اول تجربه راهي باينه في الفيديو. ثاني حاجه لي مول هذو راهم يساعدوكم طول وتخدموا كونتيتي مليحه. شوفوا كيف راني نحرك في هذاك المول مليح لداخل، ومن بعد نجبد راهو ما يتكسر ما ولا. شوفوا الحبات كيفاه جاوني كامل على شكل واحد، تقولي حبه وطبعتيها. وشوفوا لهنا كيفاه تحصلت عليهم كيما قلت لكم حبه قسختها. وكي طيبتهم كامل كملت خليتهم حتى نبردوا مليح، درتهم في بورطمونجي وخليتهم على جيه. دركم فوتوا الحشو تاعنا. عندي شوكولا تارتيني المرجان خلطت معاها لوز محمص ومرحي. الشوكولا تارتيني لهنا درت الباطا تاع 700 غرام، وكيما كفانيش زدت معاها باطا واحده اخرى تاع 700 غرام شويه قسمتها على النص، تقدروا تقولوا زدت منها 350 غرام، وخدمت بها 55 حبه تاع غاتو سيجار كما تشوفوا في الفيديو. هنايا نخلط هذيك الشوكولا مع اللوز المحمص ومرحي، ونحكم واش ندير. نجيب الشوكولا تاعي نديرها في الكيس الحلواني بهذه الطريقه، ونبداو نحشيو في لي سيجار تاعنا. ما تضغطوش مليح الكيس الحلواني وانتم تخرجوا في هذاك الحشو باش ما يتكسرش السيجار. هنا عندي الخليط هذا تاع البنيوت كنت خدمت به طلبيه تاع العرس، وقعد لي شويه راح نقفل به لي كوتي هذو. كي يفضلوا لي انا حوايج كيما هكذا راني نديرهم في الكونجيلاتور، واذا شفت بلي راح نحتاجهم على سمانه ولا نخليهم لتحت برك ما يصرالهم والو. كما تعرفوا هذا الحشو راهو تاع صابلي بريستيج، درت غير حاجه قليله برك على لي كوتي باش ما تذوبليش هذيك الشوكولا. قادر كان يكون سخون لحالو لا تبغي تطلق هكا على لي كوتي وتفسد ليه من بعد الديكور تاع السيجار تاعي. حكمت انا درتوه كاني كاضافه برك اختياري وحاجه زايده في لي سيجار تاعكم. ليسونسيال حبوباتي واش نديرو دركا نحشيو لي سيجار تاعنا كامل ونكونوا ذوبنا شوكولا فيجيكا وداده بيضاء على حمام مائي. كي ذوب تكمل ننزلوها نزيدو لها مغرف تاع الزيت ونخلطوها مليح مليح ونخليوها غير تبرد شويه حاجه خفيفه برك، ومن بعد نطليو لي سيجار تاعنا نديرهم في الفريجيدار يبردوا يحكموا رواحهم مليح، باش من بعد كي تطليوهم راح الشوكولا هذيك تلصق ودير لكم تبقى شويه خشينه ما تجيكمش رقيقه بزاف. نكملوا نحشيو لي سيجار كامل نحطوهم بجيه، ومن بعد نفوتو نكلاصيوهم كامل، ومن بعد نديروا الديكور. هنا شوكولا فيجيكا وداده بيضاء كيما قلت لكم راني ذوبتها على حمام مائي، ولا ديروا اي نوع تاع شوكولا موالفين تخدموا به. هنا جبت فرشيطه وحطيت الحبه تاع السيجار ونبدا نصب عليها شوكولا بهذا المغرف بهذه الطريقه برك. وجبت ورق الزبده حطيته على البوطاجي، ونحط الحبات تاعي تاع لي سيجار كيما نطليو الصابلي عادي نفس الطريقه. وكل ما تقلاصيو 3 حبات 4 حاولوا تحركوهم من بلاصتهم باش ما يديروا لكمش الجناب تاع الشوكولا من بعد، وتجيكم الخدمه نظيفه ومتقونه. انا نزيد نقلاصي معكم الحبات دوزيام تاع السيجار، واذا خفتوا يطيح لكم من الفرشيطه ديروه في هذاك اللي نقلبوا به الكسره ولا الحديد هذاك العريض ليسونسيال اللي يحكم لكم الحبات تاع السيجار كامل.
هنا كي تهزوها هكا في الفرشيطه حاولوا برك تكونوا متوازنين باش ما تطيح لكمش ولا ما تميلش الحبه. راني زدت كلاصيت الحبه دوزيام، وكيما قلت لكم راح نحركها في هذاك البابي بيد باش ما يجيونيش الجناب تاع الشوكولا من بعد. قادر من بعد كي تجيو تنحيو الزوائد هذوك بالموس ولا تكسر لكم الحبه هكا باش تيفيتيو المشاكل تاع الكاطو خلاص. هذه هي الطريقه. وكي كملت كلاصيت الحبات وجمدوا كامل راح ندير لهم اللماع الذهب اللماع الابيض باش يمد لي لمعه مليحه. راني ديجا درت لهم وش هو المقطع تاع الفيديو نورمالمون راهو فات ولا قصيتو ما باليش كيفاه صرالو. جبت شويه من الشوكولا هذيك زيت بالمغرف وبديت ندير على لي كوتي هكا باش ندير حجر الجيود سكر الجيود عفوا يا البنات. حجر الجيود راهو يجي شويه خشين بصح هذا راهو سكر الجيود. وتقدروا نتوما تستغناو عليه وديروا السكر عادي تاع القهوه وتلونوه باللماع بالناكري دوري جولد. هذا كلها فونت كل واحد ونوعيته يعني كانوا زوج انواع. اللي هنا راح نغمس هذاك الجناب تاع لي سيجار في هذاك السكر الجيود كما قلت لكم ونتحصلوا على الشكل هذا. شو كيفاه جاو الحبات تاعي تاع السيجار قيس بعضهم كامل وعلى شكل واحد. والخدمه ثاني جاتني متقونه ونظيفه. بغيتو ديروا هكا بالمغرف ولا ديروا بالبانسو ولا بصباع يديكم نورمال. المهم حاولوا انكم تجيبوا كي ديروا السكر هذاك على لي كوتي يجيكم نفس الحجم منا ومنا يعني نفس القيس. مثلا ما ديروش سكر منا بزاف من جنب واحد بزاف ومن جنب واحد قليل ثم ما تجيكمش لا فينيسيو زي بعضها. هنا راني ديكوريت غير زوج حبات هكا برك. نجيبوا لي موتيف هذو اللي خدمتهم عجينه السكر في لي مول تاع سيليكون وخرجتهم بهذا الشكل. هنا عندي ناكري دوري خلطته مع شويه تاع الزيت كما تشوفوا النوعيه هذه اللي حداكم في الفيديو. جبت بانسو راس تاع رقيق وحكمت بديت نصبغ لي كادر هذا الكادر شكل اوفال والدبدوب هذاك والبابيونه كنت خدمتهم بليمول تاع سيليكون عادي. اخي شفتوا دركا ليمول تاع سيليكون راهم بكثره الانواع اللي تبغيو تلقاوهم. انا الزبونه بعثت لي الصوره تاع هذا السيجار وقالت لي خدمي لي زيو والحمد لله خدمته لها وعجبها بزاف خلاص. وهنا البري تحسبوه من 11 للف الفوق على حساب الحشو وعلى حساب الديكور نتاعكم. وكاين اللي تشري سلعه بالطرف برك يجيها كوموند راه تشري قيس واش تحتاج. وكاين اللي تشري بالكرو اللي يشريو بالكرو ديما يلقاو شويه الفايده. وكي نكملو كامل نديكوريه راح نديرو في الدونتال ونديرو في لي كيسات ونحطو في لي بواط اللي نشري. كان الحجم الكبير تاع 15,000 وكان الحجم المتوسط نورمالمون ب 12,000 وكانوا لي بواط صغار تاع 7,000. هنا راني ندير الشوكولا هذيك الذايبه ونلصق بها لي موتيف هذو تاع عجين السكر كامل. هذه هي الوصفه تاعي لنهار اليوم ان شاء الله تعجبكم تجربوها وتنجحوا فيها صدقوني يعني راهي وصفه مضمونه 1000%. وكاش استفسار ولا اي حاجه بغيتو تسقسوني عليها خليولي لتحت في لي فيديو وانا نرد عليكم ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو القناه تاعي مع الحباب ولي زامي هكا باش تكبر لمتنا. بقى لي غير نقول لكم في امان الله. السلام عليكم.